هنتكلم الآن عن الفنانة الليبية خديجة الفونشا. تلك الفنانة التي اشتهرت في السبعينات بأجمل الأغاني الشعبية الليبية، وقد عرفت في الوسط القبائل البدوية. الفنانة خديجة الفونشا هي خديجة إبراهيم الكادكي من مواليد 1935 بمنطقة الصبري ببنغازي. بدأت حياتها الفنية منذ سنوات الخمسينيات من القرن الماضي في مدينة بنغازي كفنانة شعبية تحيي حفلات الأفراح، واطلق عليها لقب خديجة الفونشا نسبة إلى والدتها السيدة حواء الورفلي الفونشا. كما انتشر لقبها الوردة البيضاء الذي أطلقه عليها الجمهور. والدها هو إبراهيم مصطفى الكادكي، كان فنان موسيقيا يجيد العزف على آلة البيانو، ويشارك السيد علي في مقهى يقع قرب مدينة سوق الحوت بمدينة بنغازي. في مطلع السبعينات من القرن الماضي صدر لها أول شريط كاسيت يحمل مجموعة من أغانيها، وعلى رأسها الأغنية التي اشتهرت بها وهي علاه يا قلبي صبرك خير. وعلى امتداد 6 عقود عرفت الفنانة خديجة الفونشا بأدائها المتفرد في الأغنية الشعبية الليبية، مما جعل لها حضورا متميزا في حفلاتها الغنائية. وتنوعت أغنياتها بين العاطفية والوطنية، وانتشرت على امتداد الجغرافية الليبية التي ترنمت بحبه عام 1977 بأغنيتها المشهورة عزيزة والعزة بالله. كانت مواقع التواصل أو رواد المواقع التواصل تناقلوا إشاعة وفاة الفنانة الشعبية خديجة، ولكنه عائلة الفنانة الشعبية خديجة المعروفة باسم خديجة الفونشا نفت ذلك الخبر، وقالت أنه عاري من الصحة. قد قامت الفنانة الشعبية الأولى في ليبيا خديجة إبراهيم طمنت جماهيرها ومحبيها ومتابعيها بشكل خاص في مدينة بنغازي وفي ليبيا بشكل عام عن حالتها الصحية، وقالت إنها بخير بالرغم من ضعف نظرها، وحالتها الصحية مستقرة ولم تفقد البصر كما أشيع عنها، رافضة رفضا قطعيا أي نوع من المساعدات لتلقي العلاج أو القيام بالفحوصات خارج البلاد، قائلة نحب بلادي نحب بلادي نحب البلاد. وارسلت التحايا لكل من سأل عنها وحاول مساعدتها، سواء من يعرفها أو لا يعرفها، كما ترفض التعامل مع الإعلام وتفضل البقاء بعيدة عنه، وتعيش حياتها بشكل طبيعي مع أسرتها وأقاربها وأصدقائها. ذلك بسبب أن أيضا عدد من وسائل الإعلام قد أشاع خبر أن الفنانة الشعبية خديجة فقدت بصرها وتحتاج للمساعدة. وتبلغ الفنانة خديجة الفونشا عام 83 عام، قضت معظم حياتها الفنية ببنغازي، لا يزال محبيها يتغنون بأغانيها ويسمعونها. تلك كانت حكايتنا عن الفنانة الليبية الشعبية الفونشا.